جندي يكشف لغزا محيرا ظهر على جثة صدام حسين بعد إعدامه. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. فجر يوم 30 من ديسمبر من عام 2006 الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهت بذلك مرحلة من تاريخ العراق استمرت لنحو ربع قرن. دفن صدام في مسقط رأسه بالعوج الواقع على بعد كيلومترات جنوبي تكريت، بعد تسليم القوات الأمريكية جثمانه ل3 أفراد من المحافظة، أحدهم شيخ العشيرة الذي ينتمي لها. لكن على مدى الأعوام اللاحقة أثيرت أكثر من مرة أنباء عن نبش قبره واختفاء جثة الرئيس الراحل في غموض لم يفسر حتى اليوم. وبعد مرور أعوام من اعتقاله وتنفيذ حكم الإعدام عليه والابتسامة تعلو شفتيه، قرر الجندي الذي أعدم صدام حسين أن يروي ما حدث في ذلك اليوم. كان الرئيس صدام حسين بهذا الهدوء، وكيف كان بهذه الروح المسالمة في تنفيذ حكم الإعدام عليه، وكانت الابتسامة تعلو شفتيه في يوم تنفيذ حكم الإعدام عليه. الجندي الخارج عن صمته بعد إعدام صدام حسين قال أن الرئيس العراقي الأسبق طلب في هذا اليوم أن يتناول وجبته المفضلة، وبعدها توضأ وأدى صلاة الفجر، وجلس على طرف السرير الخاص به، وظل يقرأ القرآن منتظرا مجيء وقت الإعدام، على الرغم من أن الغرفة التي كانت مجهزة لتنفيذ الحكم غير تلك التي كان يجلس بها، إلا أن الجنود الأمريكيين كانوا خائفين من تلك الابتسامة. وأضاف: كيف لرجل سيقابل الموت أن يظل بهذا الهدوء وأن يضحك بهذا الشكل؟ ظن أحد الجنود أن هناك قنبلة سيتم تفجيرها لهدوئه الشديد، كما أنه يشاهد شيئا حوله ولا يشاهده أحد، الأمر الذي كان يتسبب في ابتسامته. وأشار الجندي إلى أن صدام حسين طلب من أحد الحراس أن يعطيه معطفا صوفيا كبيرا لخوفه أن يظهر وهو يرتعد من البرد، ويشاهده شعبه ويظنه أنه خائف من الموت، لافتا إلى أن صدام رفض أن يرتدي قناعا، معللا ذلك بعدم خوفه من الموت. وأضاف: ظل مبتسما حتى فارق الحياة وهو يردد الشهادتين، حتى صارت الابتسامة التي تعلو شفتيه لغزا محيرا بعد وفاته. فصدام حسين هو خامس رئيس لجمهورية العراق، والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 ميلاديا وحتى 9 من أبريل عام 2003 ميلاديا، ونائب رئيس جمهورية العراق، عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين عام 1975 و 1979. برز إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي ثورة 17 من تموز عام 1968، والذي دعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانية. كما لعب صدام دورا رئيسيا في انقلاب حزب البعث عام 1968، والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر. وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينيات نتيجة سياسة تطوير ممنهجة للعراق، بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق، حيث أصبح رئيسا لجمهورية العراق وأمينا قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979 ميلاديا، بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب. وفي عام 1980 ميلاديا دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات،
من 22 من سبتمبر عام 1980 ميلاديا، حتى انتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي إيراني في 8 من أغسطس عام 1988، وقام بعد انتهائها بإهداء إيران 120 طائرة حربية روسية الصنع. وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران، غزا صدام الكويت وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في 2 من أغسطس عام 1990 ميلاديا، والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 ميلاديا. ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق. قبض عليه في 13 من ديسمبر عام 2003 ميلاديا في عملية سميت بالفجر الأحمر. ولد صدام حسين مجيد عبد الغفور سليمان عبد القادر بن عمر الثاني الرفاعي أمير تكريت، الذي يعود نسبه إلى علي بن أبي طالب، في قرية العوجة التي تبعد 23 كيلومترا عن مدينة تكريت الواقعة شمال غرب بغداد والتابعة لمحافظة صلاح الدين، والذي ينتمي إلى عشيرة البيجات الرفاعية لعائلة تمتهن الزراعة. توفي والده قبل ولادته ب6 أشهر، وتعددت الأقاويل التي فسرت سبب وفاته ما بين وفاة لأسباب طبيعية أو مقتله على أيدي قطاع الطرق. بعدها بفترة قصيرة توفي الأخ الأكبر لصدام وهو في 13 بعد إصابته بالسرطان. كانت العوجة التي تبعد 8 كيلومترات جنوب تكريت في شمال وسط العراق عبارة عن بيوت وأكواخ مبنية من الطين يسكنها أناس يعيشون في فقر. المياه الصحية والكهرباء والطرق الممهدة لم تكن معروفة، ونسبة الوفيات بين الأطفال مرتفعة، وكان سكانها يعملون في الفلاحة. ولما لم تكن هناك مدارس في العوجة، فإن الآباء القادرين يرسلون أبناءهم للدراسة في تكريت. ولد صدام في بيت يملكه خاله خير الله طلفاح، وينتمي إلى عشيرة البيجات السنية، إحدى فخوذ قبيلة البوناصر الحسينية النسب، التي كانت مهيمنة في منطقة تكريت. وفي الثلاثينيات كانت القبيلة معروفة بفقرها وبميلها إلى العنف، وكان زعماؤها يفاخرون بتصفية أعدائهم لأتفه الأسباب. كانت صبحة والدة صدام تتلقى بعض الدعم المادي من شقيقها خير الله طلفاح، الذي كان يسكن في تكريت وتكفل بتنشئة صدام. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة، وأخبرنا برأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم أعزائي الكرام.